انا في قلبي شيء لازم اقول. مش قادر بقول لازم. انا عندي اقول لا ما سمعت. اقول بعد اقول ولا لا؟ قطر قدمت شكوى على حساب بتويتر وقامت بحذف مقطع إلى دولة الإرهاب. يعني مقطع فيديو دقيقتين أزعجكم، وقاموا بتقديم شكوى رسمية عن طريق قنواتها الإعلامية الرياضية، فقامت بحذف المقطع من حساب بتويتر. الآن شوف تويتر حذف بشكوى رسمية من قطر. زين، إذا مقطع أزعجكم دقيقتين وعشر ثواني، أنتم عندكم الجزيرة وعندكم القناة العربي وعندكم الشروق و24 ساعة متسلطين علينا وعلى مصر وعلى السعودية والبحرين. دقيقتان تقدمون شكاوى رسمية لحذفه من حساب لأنه وصل في أقل خلال 18 ساعة وصل 275 ألف مشاهدة. وعناد فيكم راح أعرض المقطع على الهواء. جاهزين؟ جهز لي الكاميرا عشان ينتشر أكثر. بسم الله. لازم الشاشة تكون كبيرة عشان الناس تشوف. جاهزين شباب؟ نحط السماع. مقطع يزعجكم؟ الله أكبر، وانتم متسلطين على مصر وعلى السعودية. مقطع دقيقتين ترسلون شكاوى سبورت ما اعرف ايه على حسابي بتويتر عشان تحذفون المقطع، وانحذف بس نزلته عناد، والحين بنزله على الهواء وبننزله على الرياضية، واتمنى من كل الأمة العربية تنشره. موجود في الحساب، خلهم يعرفون دناءة تنظيم الحمدين والعاق. تعرفون من العاق؟ من العاق شباب؟ تعرفونه؟ مين؟ يلا شباب جهزون الكاميرا. زوم. يا سيدي، أنا أعلم يقينا أن كرة القدم هي روح رياضية في النهاية، ربح وخسارة والأخلاق تجمعنا، لكن يزعجني أن تقلع الروح الرياضية. افرح بالفوز، لا بأس، من حقك أن تفرح بالفوز، لكن أن يصل الأمر للوصول للدولة وعمق الدولة وشعب الدولة وتنابز بالألقاب وغيره دل على الحقد الكمين، على أن الإمارات أوجعتهم جدا، على أن الإمارات أوجعتهم في ريادتها وسيادتها. لا بأس إن خرج فريق دولة الإمارات العربية المتحدة من كأس آسيا والمنتصر خرج من منظومة عربية بالخيانة، هذا الفرق. لا بأس أن يخرج فريق دولة الإمارات العربية المتحدة بعد منافسة شريفة من كرة القدم، لا بأس، لكن الغرابة لما يأتي أبناء شريفة يقتطعون خارطة الإمارات العربية المتحدة كأنها تؤكل، ويدوسون على علم دولتنا ويسيئون لرموزها، بئسا لهم. لما يخرج أحد المعلق الرياضيين ويقول عن أبناء دولتي وأبناء شعبي دوس، خسئت أن تطأ بقدمك ليس فقط على رأس أحد من دولة الإمارات، بل أن تطأ بقدمك على أرض الإمارات. لا غرابة أن نرى قذارتهم حتى في احتفالهم وحتى في تنابزهم وكلامهم وإعلامهم الساقط، فسيدهم ساقط. أقول للشعب الإماراتي: أنتم يا سادة جوازكم الأول عالميا، وطنكم الأول أمنا وأمانا، أنتم يا سادة في مؤشر دول السعادة الأعلى. دعهم يعبرون عن فرحهم بكرة القدم. انتصروا بفريق يتكون من 8 دول. لهذا أقول إن وصل الأمر لدولتي ووطني ورموز دولتي من سقط، أقول يكفينا شرف أننا وضعنا الشبكة عليكم. صور يا أحمد رجاء. هذا المقطع جعل قطر تبعث إيميلات رسمية لشركة تويتر حتى تحذف المقطع من حسابي في حذفت المقطع من تويتر بحجة حقوق وما أعرف إيه وبي أن سبورت مع القنوات هذه. زين، مقطع يزعجكم يخرب بيتكم فوق ما هو مخترب. والله العظيم أنتم
أقول لمرتزقة تنظيم الحمدين وغيرهم، أقول أنت عندكم قناة الشروق، الشرق ولا الشروق وش اسمها؟ ها؟ شرق؟ الشرق. وعندكم قناة العربي، وعندكم الجزيرة، لا بارك الله فيكم، وعندكم قنوات إعلامية و24 ساعة، ما عندكم سالفة إلا السعودية الإمارات، السعودية الإمارات البحرين، البحرين الإمارات السعودية. خرج الشيخ محمد بن زايد ودخل الأمير محمد بن سلمان، وقام الشيخ وقام عند هذا وضعكم، لا قليلين أدب. 24 ساعة متسلطين إعلاميا، مقطع دقيقتين تحذفوه، أنا فرحت بحذفه لأنه سينتشر أكثر. إيه طبعا سينتشر أكثر. أنتم عندكم سقاطة إعلامية، قلة أدب إعلاميين، عندكم خونة من كل بقاع الأرض أتيتم بهم ليتكلموا عن بني جلدتكم، ثم مقطع دقيقتين يزعجكم؟ إيه ما ينام كبيرهم الذي علمهم السحر، ساقط عاق، من لا يرجو، من لا خير لأبيه، لا خير لبني ملته ولا لجنسه ولا لخليجه ولا للعرب. إعلامهم تسلط على مصر، 24 ساعة تسلط على مصر، الجزيرة مباشر على مصر، سوريا الجزيرة مباشر سوريا، ليبيا مقطع دقيقتين يتسلطون عليه لحذفه. أنا يا رب القنوات الليبية تنشره، قولوا آمين. والقنوات الجزائرية تنشره، آمين. والقنوات العراقية بالذات، لأن ذاقت وبال قطر ومؤامرة قطر، والقنوات السعودية، لأنهم فعلا ليس لهذه الدرجة الوضاعة. دقيقتين أزعجت الساقط فانتفض الذباب لحذفه، أشهد أنك ساقط وإعلامك ساقط، ولا غرابة. عيب عيب. بس ما عليه، إن شاء الله بنضيف بعد دقيقتين وثواني. ها، وهذا المقطع سووا له مونتاج شباب، ها، مقطع يسموه إلى إهداء إلى دولة الإرهاب والساقط، ها، إلى أبناء شريفة. قتلوا عيالنا يا رجل، قتلوا عيالنا، دمروا عيالنا بإعلامهم، استأجروا مرتزقة، مشايخ مرتزقة، استأجروا شو اسمهم الإعلاميين مرتزقة، استأجروا مرتزقة في كل مكان وتسلطوا على الدول العربية، ومقطع دقيقتين أزعجهم وحذفوه. مقطع دقيقتين أزعجهم وحذفوه. زين إذا مزعجكم لهالدرجة. بس شو رأيكم شباب؟ لا حلو حذفه، لصالحنا. زين ننشر ريتويت، شايفك انت كم متابع عندك؟ الله يكفينا شر قطر وشر تنظيم الحمدين، قولوا امين. اسال الله عز وجل يكفينا شرهم، واسال الله عز وجل شانه ان يذوقوا كما ذاق العرب، قولوا امين، كما ذاقت مصر وليبيا وتونس والعراق. اسال الله ذلك. نحن لا نتمنى الشر، لكن الذي لا يردعه الا الشر نتمنى له الشر. النبي صلى الله عليه وسلم لما صد أولئك القوم الذين تصدوا للإسلام، تصدى لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعارك، ولا أحد يتمنى الشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو، لكنه لقي العدو لما علم أننا خطر على أمته. فلما أنا أرى 24 ساعة يتسلطون على أمة الإسلام، ما عندهم إلا السعودية والإمارات، إمارات السعودية، سعودية إمارات، بحرين إمارات سعودية، مصر، يتنقلون بفاجرين وفاجرات، وضع طبيعي أن أتكلم حرقة. أنا أقول اعرفوا قدركم، غرفتين وصالة تراكم، اعرفوا قدركم. عيب. انتهى الوقت، أحسن، الحمد لله انتهى الوقت، أحسن ما نجيب العيد. إجازة سعيدة، استودعكم الله.